وصفة النهاردة في منتهى السهولة، مناسبة جدا للمبتدئين وللي بيخافوا من الوصفات انها تبوظ منهم. فالوصفة دي سهلة وما فيهاش اي تعقيدات لو مشينا على الخطوات والمقادير المظبوطة. هعمل معاكم كوكيز مليان شوكليت، مقرمش من بره وتشيوي كده من جوه. وهقول لكم على شوية معلومات للكوكيز للي حابينها تكون مقرمشة جدا او طرية شوية. وهقول لكم كمان ازاي مدة التسوية بتفرق في شكل وملمس الكوكيز في الفيديو واحنا بنجهزه. شايفين الجمال؟ بجد تحفة، ولا الريحة بجد تجنن. مبدئيا كده هنقول لكم على المقادير الاول. هحتاج لمعلقة كبيرة كده من الفانيليا السائلة، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة من الملح، ونص كوباية كده من الزبدة، وتلت كوباية من السكر الأبيض، ونص كوباية من السكر البني، وبضاية بدرجة حرارة الغرفة، وكوباية ونص كده من الشوكليت شيبس، وكوباية ونص من الدقيق. أول حاجة في حاجة واسعة كده هضيف الزبدة وهضيف عليهم السكر. اول حاجة هقولها معاكم يعني نقطة مهمة جدا، لازم الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، ما ينفعش نخرجها من التلاجة ونشتغل بيها، او كمان نخرجها ونضيفها على النار تسيح. لازم ضروري جدا تكون بدرجة حرارة الغرفة عشان الوصفة تنجح معاكي. الناس بقى اللي مش متوافر عندها السكر البني تقدر تضيف كل الكمية سكر ابيض، ولو متوافر عندكم عسل اسود تقدروا تضيفوا معلقة كبيرة كده من العسل الاسود، هيديكوا نفس نتيجة السكر البني. انا خلطت الزبدة مع السكر لغاية لما السكر نوعا ما داب خفيف شوية كده. بعد كده نزلت عليهم بالبيضة ونزلت عليهم بالفانيليا، وضروري جدا البيضة تكون بدرجة حرارة الغرفة هي والزبدة. بدأت أخفق فيهم لغاية لما السكر انتهى يعني اختفى تماما، والخليط بقى كريمي معايا. هنزل عليهم بقى بالدقيق وعليهم بالبيكنج باودر والملح. ضروري جدا الملح لان الكوكيز من الحاجات المسكرة قوي، فالملح هنا هيظبط الطعم ويعادل السكر والملح، ونسبة السكر ونسبة الملح. ضروري جدا نص معلقة ديت. بالنسبة بقى للناس اللي بتحب الكوكيز يكون تشيوي كده طري من جوه، فهتشيل معلقتين من الدقيق وتضيف بدلهم معلقتين من النشا، وكمان تشيل معلقة النص معلقة الصغيرة بتاعة البيكنج باودر، وتضيف بدلها بيكربونات الصوديوم اللي هي البيكنج صودا، اللي هي البيكربوناتو اللي بنقول عليها بيكربوناتو. يعني تستغنى عن البيكنج باودر. البيكنج باودر بيخلي الكوكيز ناشفه شويه. انا يعني بحب الكوكيز تكون مقرمشه، ما بحبهاش تكون طريه قوي، فعشان كده عملتها بالمكونات اللي انا قلت لكم عليها. لكن لو حابينها تكون طريه، هتشيلوا معلقتين دقيق وتضيفوا بدلهم معلقتين النشا، وتشيلوا البيكنج باودر وتضيفوا بداله البيكربونات الصوديوم. خلطت بقى العجينه، بعد كده ضفت عليها الشوكليت. انا هنا استعملت شوكليت دارك شوكليت والوايت شوكليت، تقدروا تضيفوا اي نوع شوكليت انتوا حابينه. بعد ما عجنتهم هجيب بقى معلقه الايس كريم وهشكلها، لان انا عايزاها كلها تبقى بحجم متساوي. لو مش حابينها تكون بحجم متساوي، الكوكيز من الحاجات اللي بتستوي كلها يعني، حتى لو خليته كوكيز كبيره وواحده صغيره كلها هتاخد نفس السوا. بعد كده حطيتهم في صينيه، وما بين كل كوكيز والتانية سبت مسافه كده محترمه لان الكوكيز بتفرش. انا مش بحب اخلي الكوكيز تاخد شكلها. لو حابينها تاخد شكلها فهتضيفوها في التلاجة، تسيبوها يعني نص ساعه بعد ما تشكلوها، بعد كده تسووها. بالنسبه للناس اللي بتحب الكوكيز وحباه دايما يكون عندها، تقدروا تحتفظوا بالكوكيز في الفريزر، بس تحطوه في كيس كده محكم الغلق، او في علبه، وتشيلوها في الفريزر. وقت ما تحبوا تسووها تطلعوها من الفريزر. اما بالنسبه بقى للكوكيز بتاعنا، فانا شلته بس 10 دقايق في التلاجة. بعد كده خرجته ودخلته فرن مسبق التسخين على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني، مولعه الفرن من تحت بس. خد بالظبط معايا كده 19 دقيقه لتلت ساعه، 20 دقيقه مش اكتر من كده. لو حابينه مقرمش شويه تقدروا تسيبوه 22 دقيقه. لو حابين يكون تشيوي شويه كده من جوه وطري، هتسيبوه يعني 18 دقيقه ل 20 دقيقه. الكوكيز من الحاجات لما بتطلع من الفرن لازم نسيبها، ما نمدش ايدينا عليها على طول لانها بتبقى طريه، يعني هتحسوها طريه شويه كانها ما استوتش. بس بمجرد ان انتوا تسيبوها 5 دقايق هتلاقوها تماسكت. فما ينفعش ان احنا اول ما نخرجها من الفرن نشيلها على طول، هنسيبها ترتاح 5 دقايق وبعد كده نخرجها من ورق الزبده. ضروري جدا نفرش ورق زبده في الصينيه اللي هنسوي فيها، او نستعمل صينيه تكون نانو ستيك ما بيلزقش فيها حاجه.
انا سويته على 20 دقيقة او 19 دقيقة، خرجته. شايفين الشكل من تحت عامل ازاي ومن جوه اتجنن. وبس كده وصفتنا النهاردة خلصت. اتمنى تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وصحة وهنا مقدما لكل اللي هيجربها. وباي باي.